السلام عليكم. النهاردة أول يوم في تحدي نزول الوزن والمقاسات للأم المطحونة، وكمان لو انت طول الوقت مشغول وما عندكش وقت الأكل الصحي انضم معانا في التحدي. هنبتدي أول يوم ب45 دقيقة تمارين بعد 16 ساعة صيام. حاول تأخر وجبة الفطار على قد ما تقدر. بعد التمرين هناخد على طول وجبة هاي بروتين، مفيش أجمل من البيض مع الأفوكادو والقريش وشوية خضروات، والوجبة دي هتساعدني جدا على الريكفري. ولو انت لسه ما وصلتكش شوبينج ليست التحدي 10 ايام كامله مجانا، اكتب لي كلمه تحدي تحت وهبعتها لك كلها. واخدت معايا وانا نازله الشغل ازازه ميه ديتوكس، وهي دي اللي بتساعدني ان انا اكون فايقه طول اليوم وحاسه ان انا شبعانه ومحافظه على مجهودي، مع كوبايه الماتشا. كوبايه الماتشا بتديني طاقه عاليه جدا جدا. ورجعت البيت حضرت مع اولادي واجباتهم وخلصت كل شغل البيت، وبعدها بدات انا واولادي نحضر وجبه الغداء. دي اهم نقطه في التحدي عاوزه الفت نظرك ليها. اوعى لما تعمل دايت تعزل نفسك عن باقي البيت وانت تاكل اكله وهم ياكلوا اكله تانية. احنا بنحاول نبني عادات كلنا نشترك فيها عشان نضمن الاستمرار. وعلى فكره الاكلات بتاعتنا طعمها لذيذ وشهي جدا، وده اللي بيميز دايما حالاتي عن اي حالات تانية. بعد ما خلصنا الغدا نزلنا التمرين، وبعدها رجعنا حضرنا وجبه عشاء لذيذه جدا، بطاطا وحطينا معاها زبده فول سوداني ومكسرات، طعمها كان يامي جدا. نسيت اقول لكم ان وجبات اليوم كله خلال 8 ساعات مش اكتر من كده عشان نظبط اليوم اللي